بسم الإله الخالق الحي الناطق. تأملات في مناظرة الخليفة المهدي مع بطريرك طيماطيوس بطريرك كنيسة المشرق في القرن السابع. الباب السادس: هل الفارقليطة أي الروح القدس هو محمد كما ادعى الإسلام؟ الجاثوليق. ثم سألني الخليفة تكرارا: ألم ترى شهادة عن محمد في الكتاب المقدس؟ فقال الجاثوليق: كلا أيها الخليفة محب البشر. الخليفة: من هو الفارقليط؟ الجاثوليق: الفارقليط هو روح الله. الخليفة: ما هو روح الله؟ الجاثوليق: هو الروح القدس المنبثق من الله، ما علمنا يسوع في يوحنا 15 الآية 26، فقال: ومتى جاء المعز الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. فقال الخليفة: ومن هو الذي تكلم عنه عيسى؟ الجاثوليق: هكذا قال المسيح لتلاميذه في يوحنا 15: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. وقال أيضا في يوحنا 14: أما المعزي أي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وأيضا في يوحنا 14 الآية 17: روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وأيضا في يوحنا 16 الآية 13: أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل بكل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ ما من لي ويخبركم. الخليفة: فإن جميع هذه الآيات تدل على مجيء محمد. الجاثوليق: إن كان محمد هو الفارقليط أي الروح القدس، فالفارقليط هو روح الله، فإذا محمد هو روح الله. وإن روح الله ليس محدود كالله، فإذا محمد غير محدود. والذي هو غير محدود لا يدرك بالنظر، فإذا محمد لا يدرك بالنظر. والذي هو غير مدرك بالنظر هو غير مجسم، فإذا محمد غير مجسم. والذي غير مجسم هو غير مركب، فإذا محمد غير مركب. وإن كان محمد مركبا ومجسما ومنظورا ومحدودا، ليس هو الفارقليط أي روح الله، فإذا محمد ليس الفارقليط. ثم أن الفارقليط هو من السماء ومن طبيعة الآب لأنه روح الله، ومحمد من الأرض ومن طبيعة آدم، فإذا محمد ليس الفارقليط. والفارقليط يعرف أعماق الله، ولكن محمد يعترف بأنه جاهل الأمور التي تقع به وبالذين يؤمنون به، فإذا محمد ليس الفارقليط. ثم أن الفارقليط كان مع الحوريين أي التلاميذ وفي وسطهم، كما قال المسيح إذ خاطبهم في يوحنا 14 الآية 17: روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم تعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. ومحمد لم يكن مع التلاميذ ولا وسطهم، فإذا محمد ليس الفارقليط. ثم بعد 10 أيام لصعود المسيح إلى السماء أرسل الفارقليط للتلاميذ، ومحمد أتى بعد أكثر من 600 سنة، فإذا محمد ليس الفارقليط. ثم الفارقليط صنع على أيادي التلاميذ معجزات كثيرة وآيات متعددة، ومحمد لم يصنع أي آية هو وعلى أيادي أصحابه وتابعيه، فإذا محمد ليس الفارقليط. وأن الفارقليط أي الروح القدس مساوي للآب والابن بالطبيعة، مع ذلك يعرف أنه أيضا خالق
القوات السماوية، مثل ما قال داود عن الروح القدس: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده، أي بالروح القدس جنوده الذي هم الملائكة. والحال أن محمد ليس هو بخالق، فإذا محمد ليس الفارق له. ولو كان لمحمد ذكر في الإنجيل أو في كتب الأنبياء لكان ينبغي أن يصرح عن مجيئه واسمه وذكر أمته وشعبه في الكتب المقدسة، كما هو مكتوب عن مجيء المسيح في التوراة وكتب الأنبياء بوضوح، فلا شيء من ذلك مذكور عنه البتة، ومحمد ليس الفارق ليت. وللرب المجد في كل حين، آمين.